جاوش للكره، هادو جاو يديروا الكولسه، شراو ايطو وشراو الكاميرون وشراو الاربيتر وشراو اللي يلعبوا ضدك، شراو كل شيء. يعني عندما تتحدث أن المغرب اشترى كل شيء، بطبيعة الحال حتى مونديال قطر قمنا يعني بشراء التعادل في أول مباريات أمام كرواتيا، كذلك اشترينا كورتوا من أجل الفوز على بلجيكا ب2-0 في المقابلة الثانية في دور المجموعات، وكذلك مع كندا ب3-1 كذلك اشترينا اللقاء. ويعني من بعد دور المجموعات قمنا كذلك يعني بعقد صفقة مع إسبانيا من أجل شراء التأهل على حساب المنتخب الإسباني بضربة ترجيح. كذلك عقدنا صفقة مع كريستيانو رونالدو بحكم أنه يحب المغرب واستثمر في المغرب وقدم إلى المغرب، فكذلك فزنا عليه ب1-0 هدف مصيري، وخرج باكيا في دور النصف النهائي. شفنا يعني اعتذار مبامبي من حكيمي لأن الصفقة لم تتم، وتم إقصاؤنا من نصف النهائي. وكذلك في مباراة الترتيب كنا قاب قوسين من الحصول على المركز الثالث لولا الحكم، لأن كرواتيا سبقتنا وعقدت صفقة مع الحكم. هذا هو التفكير حسب إخواننا الجزائريين. بعد ذلك يعني كان هناك الأولمبياد باريس، كذلك عقدنا صفقة بحضور حكيمي بحضور الجميع، وحصلنا على برونزية كذلك اشتريناها في الأولمبياد. وبخصوص مونديال شيلي يعني لأقل من 20 سنة، كذلك القجع عقد صفقة مع ميسي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الفوز على الأرجنتين ب2-0، والجزائريون شاهدون على هذه الوقائع بطبيعة الحال، هم يمكن لهم أن يؤكدوا هذا الخبر. ثم كذلك يعني مونديال قطر شاهدتم كيف حصل أبناء سكيتيوي يعني بمنتخب رديف، أغلب العناصر يعني كانت غائبة، ومنتخب لم يتم تجميعه إلا بضعة أسابيع. وبطبيعة الحال تدخل القجع وفاز المنتخب الوطني المغربي يعني بالكولسة، فاز على المنتخب الأردن الذي يدربه مغربي اللي هو سلامي، وتم التتويج يعني بكأس العرب.